بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين ابو يوسف سبورت في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا ريت قبل ما نبدأ الحلقة النهارده اللي ما اشتركش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. التاسعة بتوقيت الأهلي، التاسعة بتوقيت الأهلي. جنون 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 كرة القدم. معانا الكابتن عبد الله حسن اللي منورنا، وان شاء الله في كل حلقة هيكون معانا. منور يا كابتن عبد الله. ايه رأيك في مجموعة الأهلي؟ والاهلي كده صعد اول المجموعه. كده صعد اول مجموعه كده خلاص. فهو دور 16. ايوه، اللي هو الربع نهائي 3 فرق. هو الاهلي متوقع ان هو هيقابل فريق من الثلاثه، يا اما الترجي يا اما مازيمبي الكونغولي او سيمبا التنزاني. انت يعني نفسك الاهلي يقابل مين؟ يعني نفسي ان هو يلعب الترجي. جاي مع ان احنا نلعب الترجي عشان احنا كعبنا عالي على الترجي. مش لا هو عامه كعبنا عالي. لا هو كعبنا عالي على اي حد، يعني احنا الاهلي كعبنا عالي. لا بس هو الاهلي كعبه على فرق على كله بس هي انا حابب ان احنا نلعب الترجي، ان الفريق برضه له احترامه، بس تقيل هتلاقي منافس. ماتش حلو هيكون ماتش حلو. اما بالنسبه لان الاهلي كعبه عالي، الدليل ان الاهلي كعبه عالي على افريقيا كلها ان ساعه ما الاهلي شال 5 من صن داونز الاولى خد البطوله. مش لا، وبغض النظر عن انه خد البطوله، هو كانت سنه سوداء على قاره افريقيا تما، وبما فيهم الدوري المصري كله الاهلي داس في الكل. فيعني يا ريت بس يا جماعه ما حدش يزعل الاهلي، لان الاهلي زعله وحش. طيب بالنسبه هنسيب احنا بطوله افريقيا وهنخش على الكونفدراليه. ايه اتفرجت على ماتش فيوتشر النهارده؟ ما اتفرجتش على الماتش، بس يعني كان في اداء كويس. انت شفت النتيجه تدل ان انت في اداء كويس للعيبه. 5-0 دي نتيجه كبيره مع الهلال الليبي. يعني انت برضه الهلال مش شويه طبعا. اللعيبه ادت ماتش كويس. يعني في امل ان الدوري المصري هيرجع بقوته زي زمان. الفرق المصريه دي شيء اكيد. يعني انا متوقع حتى الان ان السوبر الافريقي يبقى اهلي وزمالك، نهائي افريقيا الكونفدراليه الافريقيه يبقى زمالك وفيوتشر، كله هيبقى مصري، ان مصر هتحط على الكل. تمام. يعني انت متوقع ان السوبر الافريقي هيكون اهلي وزمالك، الاهلي ياخد افريقيا وزمالك الكونفدراليه على حساب فيوتشر. هياخدها على حساب فيوتشر. يعني هي عامه قمه مصريه نهائيه. قمه مصريه هتبقى القمه المصريه النهائيه، سواء في افريقيا الكونفدراليه هتبقى مصريه. رمضان صبحي دول حواره مش عاوز يخلص ولا هيخلص. هو حديث الساعه. حبه مش هيروح الزمالك، نسبه 70% مش هيروح الزمالك، دلوقتي نسبه 100% ان هو مضى للزمالك. محدش عارف حاجه لسه. بس طلع كابتن طارق يحيى اكد ان رمضان صبحي الموسم اللي جاي في الزمالك، اكد ان هو مضى رسمي. وطلع رد عليه كابتن اكرامي الشحات لما سالوا كابتن اكرامي، كان رد كابتن اكرامي حلف له ان هو ما يعرفش. يعني الكابتن اكرامي لما سالوا في مهيب قبل كده قال هبحه، لو راح ازاي ده هبحه. طيب دلوقتي حاليا في الوقت الحالي بقول لك ما اعرفش والله ما اعرف. الكابتن مهيب يعني هيذبحوا فعلا؟ خلينا نشوف لسه، ولا هو كلام؟ لسه هنشوف. طيب عامر حسين لم يتم ابلاغي بتأجيل لقاء الاهلي وانبي، والافضل تطبيق دوري من دور واحد. انت ايه رايك؟ لم يتم ابلاغي بتأجيل مباراة الاهلي وانبي حاج عامر حسين، والافضل انه يطبق الدوري من دور واحد، يعني يعمل تقنيه ان الموسم اللي جاي مثلا عشان خاطر تلاحم المباريات والتأجيل والكلام ده كله يبقى من دور واحد. ايه رايك في فكره ان الدوري يبقى من دور واحد؟ هتبقى صعبه، هي ما حدش عملها قبل كده. يعني احنا البلد الوحيده اللي بتعمل اي حاجه
نتوقع اي حاجه. يعني انت احنا مثلا ممكن نعمل الدوري من ماتشين. ماتشين اي حاجه كده تمام. الاهلي والزمالك يلعبوا ماتش اللي يكسب ياخد ياخد الدوري. الدوري، ما فيش حد يلعب تاني خلاص مم. كده. فهذا كل شيء متوقع. طيب لو اتنفذت تبقى صعبه. انت انا كواحد اهلاوي، الاهلي لما يروح يلعب في كاس العالم ويجي من كاس العالم يلعب في افريقيا ويجي من افريقيا يروح يلعب ماتش في الدوري. يعني انت كاس عالم سفر، وبعدها بتيجي مصر تقعد يوم ولا اتنين وتروح مسافر بلد تانية تلعب تمام. ماتش، ترجع لمصر تاني تلعب. فانت لو خسرت انت كده يعني انت ما هو عشان كده بيقولك نخلي الدوري من دور واحد، عشان خاطر ان انت بتسافر وبتروح وبتيجي فبتيجي تعبان، فبنأجل لك ماتشات، تأجل ماتش التاني التالت. يعني في موسم كان الموسم ده بالنسبة ليا وللأهلاوية كلهم كان موسم استثنائي. الموسم ده الوحيد اللي كانت الدوري ما اتحسمش. قال لك خلاص الفرق كلها خلصت الا الاهلي. قال لك الدوري ما اتحسمش غير لما الاهلي خلص ماتشاته المؤجله. كان معظم الفرق بتاعت الدوري كانت كله خلص. فريق ما بتلعبش. ومستنيين الاهلي يخلص عشان يشوفوا مين بطل الدوري. انت عارف ما فيش حد بيلعب غير في الدوري. فانت يعني انت هتعمل واحد بيلعب في كاس عالم وبعدين يجي لك يروح يلعب في افريقيا. فانت وكاس مصر بيلعب والدوري انت بتلعب في بتاع 5 6 بطولات. شايف حسام حسن وابراهيم حسن ازاي في المنتخب؟ انا شايف ان هي زي ما انت قلت لي قبل كده، فريق الاهلي او اي فريق حط له مدرب اجنبي. منتخب مصر عمرك ما تحط له مدرب اجنبي، لازم المدرب مصري. هات منتخب اجنبي لاعب مدرب اجنبي نجح مع المنتخب مش هتلاقي. مفيش. كل اللي نجح مع المنتخب لاعب مصري. حسام حسن شحاته. حسن شحاته. كابتن حسن شحاته. يعني حسن شحاته عمل حاجه ما فيش حد لغايه دلوقتي عارف يعملها. هو مصري. وهو بالفعل لازم يكون في المدير الفني للمنتخب يكون مصري، ومش اي مصري، يكون مصري اصيل ابو لسان طويل. لازم والله العظيم يعني لازم المنتخب بتاعنا يكون عايز واحد مصري اصيل بلسان طويل. يعني مع احترامي للكابتن حسام حسن، بس هو ده اللي هيمشي معاهم. هو اللي هيمشي المنتخب. يجري ورا اللعيبه قبل كده بالمساحه. الزمالك كان ماسك الزمالك، الزمالك كان بيسلف بالمساحه ويجري ورا اللعيبه بتوع الزمالك. فلا هو ده اللي ينفع بصراحه مع المنتخب. وحالا اهون انت بتقول استبعد النني. نزل التشكيله اللي هي المحترفين. تمام. محمد صلاح، مصطفى عمر مرموش، تمام. تريزيجيه، تمام. وخط النص بتاع الاهلي اللي هو راح حمدي فتحي. تمام. محمد شريف. تمام. استبعت لك يبقى القايمه يبقى القايمه بتاعه المنتخب اللي هم انضموا للمعسكر 7 محترفين. اللي هم محمد صلاح واحمد حجازي، محمود حسن، تريزيجيه، حمدي فتحي، مصطفى محمد، عمر مرموش، محمد شريف. الماتش الودي بتاع منتخب مصر ونيوزيلندا اللي هيتلعب يوم 22 مارس. هو دي حاجه هو كده بيجهز المنتخب، واحنا لسه هنشوف المنتخب اول ماتش. كده يعتبر حسام حسن بيجهز اللعيبه بالنسبه للمباراه الوديه. والمباراه الوديه بالنسبه لنا احنا كده بنجهز حسام حسن وبنشوف هو عمل ايه. ما هو بيجهز لعيبته. واحنا كمتفرجين او مشجعين او مشاهدين بنجهز حسام حسن. الماتش ده طبعا هو مع انه استحاله ان هو يتقيم من اول ماتش او بالاخص من ماتش ودي، بس انا شايف انه هيعمل ماتش حلو. يعني احنا دلوقتي زي ما انت قلت مستحيل نقيم من اول ماتش. يعني احنا لما جبنا المدرب اللي جابنا دول مش اول ماتش رسمي ولا تاني ماتش ولا تالت ماتش ولا رابع ماتش ولا 10 ماتش، ما بالك ده ماتش ودي. يعني المدرب لوي فيتوريا اول الماتشات الوديه اللي كان بيلعب قصاد بلجيكا كسبناها 2-1. يعني بلجيكا برضه في حته ثانيه. ايوه طبعا. لما تكسبها 2-1 انت بتقول دي مدرب خلاص كده انت ختمت ان هو بطوله افريقيا دي حاططها في جيبه. ده وصل لليفل الوحش خلاص انت كده مش محتاج حاجه تاني. تمام. وفي الاخر نبص نلاقي في البطوله في شويه عك، مش شويه ده عك جامد يعني. تمام. شفنا عك بس الحمد لله ملناش نصيب في البطوله. طيب الخبر المؤسف. خبر مؤسف وانا بصراحه يعني ما ببقاش حابب ان انا اقول الخبر ده. وسام ابو علي اتصاب.
تدريبات. هي التوقعات اللي احنا بنيناها كده انت خسرت التوقعات. هنشيل سوا. ايوه. هتنزل مين مكان وسام؟ لو كهربا هيلعب اكيد كهربا هننزل اساسي. كهربا تمام. مش هيلعب، ما انت ما عندكش مهاجم فهينزل لك مودست. طب ما في حل تاني. ممكن يلعب مش من غير ممكن. مهاجم. اه طبعا، وممكن يخلف الظن خالص ويخليك بيرسي تاو راس حربه. زي ما شفناها قبل كده. شفناها قبل كده ان هو خلاه راس حربه. راس حرب. وبعدين في كمان حاجه تانية، جونيور اجاييه لما خلاه، جونيور اجاييه لما كان في الاهلي والمدير الفني خلاه راس حربه، مع ان جونيور اجاييه عمره ما لعب في مركز راس الحرب، بس خلاه راس حربه وظهر وبدع بصراحه. ف مش بعيد. مش بعيد نبص نلاقي اساسا اكرم توفيق راس حربه يعني مع المدرب. لا مع كولر بص تلاقي اكرم توفيق راس حربه وبيبدع فيها خلاص. انت لا مع مارسيل كولر يا جماعه توقعوا ان ممكن محمد هاني هو اللي يقف في حراسه المرمى ومصطفى شوبير هو اللي ينزل يلعب. يعني هيرجع عمنا تاني راس حرب. عمنا يمكن في الاول راس حربه وهو لسه في البدايات، هيرجعوا لك راس حربه تاني ممكن، بس هو ما ينفعش راس حرب لانه لسه برضه جسمه صغير. لا راسيات عليه راسيات. انا معاك، حتى الجامب بتاعه عالي والجامب بتاعه تمام، بس برضه مهما كان قوه جسمانيه مش اللي هي. وراس الحربه لازم يبقى ليه مواصفات. يعني واحد زي موديس ده ينطبق عليه جميع المواصفات بتاعه راس الحربه المحترف، بس هو انا من وجهه نظري شايف ان هو يا اما مش عارف يتاقلم مع اللعيبه، يا اما هو ينقصه مش خبرات، لان ده طول وعرض وجسم وبنيان جسدي على اعلى مستوى. هنقول خبرات ازاي؟ زي ديانج. ما خبرات ازاي على واحد زي موديست وهو لاعب في بروسيا دورتموند وهو لاعب فرنسي ولعب في المنتخب الفرنسي. طيب. فاكيد مش هينقصه خبرات. طلعت اتكلمت على واحد زي انطوني موديست، راجل زي ده عنده 35 سنه. احنا جايبينه بايه؟ ما انا اتكلمت ولا، وفي ناس طلعت اتكلمت قال لك يا جماعه مش تحكموها بالسن. ايه يعني عنده 35 سنه؟ ما انتوا عندكم، احنا عندنا في لوكا مودريتش عنده يا جماعه ما تشبهوش الاثنين ببعض. كريستيانو 39 سنه بس مش تشبهوا. ايه لوكا مودريتش مش يعني عامه مش هيكون نفس الفورمه بتاعت انطوني موديست. وبعدين احنا هنروح بعيد ليه؟ ما واحد زي عبد الله السعيد 39 سنه عنده كام سنه؟ 39 سنه. واحد زي قفش عنده كام سنه؟ تلاقيه برضه 35 33. هو في 33 سنه. هل انت تتوقع ان قفشه لما يجيب 39 هيأدي زي عبد الله السعيد؟ لا. فمش كل لاعب يوصل للسن ده يبقى مقياس ان احنا هنقيس انطوني موديست بلوكا مودريتش. كده يبقى وسام ابو علي. بص لسه جاي خبر حالا طازه ان بيقول لك وسام ابو علي احتمال يلحق مباراه السوبر ان شاء الله. الكاس مصر اسف. ان شاء الله. ده حقيقه اتمنى. انت ايه رايك؟ نتمنى حقيقه. يا ريت نحطه في التشكيله الاساسيه اللي انا حاططها، اللي انا بتمناها واللي كولر هيحطها، يعني يجي في الاخر كده ما ينزلش هتبقى صعبه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.